محتاج انك انت ترضى بقضاء الله في تنوع اصناف معادن الخلق. ايوه النبي قال كده عليه الصلاه والسلام: الناس معادن كالذهب والفضه. الناس مش زي بعض، في منهم اللي اخلاقه عاليه قوي ومنهم المتوسط ومنهم اللي ما خدش القسط من التربيه والفهم والعلم اللي عندك. فتقبل اقدار الله في الخلق دون ان تقبل الخطأ، بالذات لو كان في محيطك وانت مسؤول عنه. امشي في رحلة الاصلاح بس في رؤية كده فيها تقبل لاقدار الله في الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة، بس النهاردة بقى كده مختلف لان احنا هننضف المطبخ. يعني بلاش بقى من التنظيف وغسيل المواعين والحاجات دي، بس هنغسل هدوم برضو معاكم. يعني هوريكم ان انا كنت بغسل برضو هدوم. هنعمل شوية حاجات كده، هنملى البيت ان شاء الله كده بالخير بحاجات بسيطة جدا. يعني لو جبت 2 كيلو لبن هقولك ان انت تطلعي منهم افكار كتير جدا. يعني ان شاء الله تابعي الفيديو كده وان شاء الله يعجبك وتستفيدي منه. بس اول حاجه كده، يعني اول ما تدخلي الفيديو لو قناتي عجبتك حطي لايك على طول للفيديو، واعملي اشتراك لو لسه ما اشتركتيش عندي، وفعلي الجرس على كلمه الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك وتتفرجي عليه ان شاء الله. كمان بقى يعني لو القناه عجبتك كده اكتبي لي كومنت حلو زي كده، عرفين ان انت لسه جديده. كمان ادخلي كده شوفي الفيديوهات القديمه ان شاء الله تعجبك، وتاخدي معلومه بسيطه حتى من اي فيديو، او تتشجعي وتقومي تعملي اللي وراكي، او تستفيدي كده مثلا بذكر الله او اي حاجه يعني من الفيديوهات ان شاء الله تعجبك وتاخدي طاقه ونشاط منه. تعالوا بقى ندخل على الفيديو ده. انا زي ما بقول لكم كده هنملى بيتنا بالخير. من مثلا لو جبت 2 كيلو مثلا لبن او حليب زي ما بتسموه يعني. تمام. انا عملت منهم حاجات كتير خلال الفيديو، برضو الفيديو يعني مش مقتصر على الحاجات دي بس، احنا يعني اليوم يعني خلال يوم كده كامل. لكن انا استغليت بما ان انا كان عندي اللبن واحنا دلوقتي في الصيف واللبن بيبوظ بسرعة، يعني ايه حبيت ان انا ايه استفاد منه اكبر استفادة. اول حاجه كان ده الفطار. فطرنا عشان كان كلنا بنفطر مع بعض، يعني كانت حماتي وجوزي وولادي وكده. فانا عملت الفطار ده، عملت لهم شكشوكه او عجه وبتنجان وبطاطس وفول وعسل وطماطم وخيار ولانشون. تمام. مش بنعمل كده كل يوم يعني عشان ما حدش هلاقي كومنتات حد يدخل مثلا يقول ليه كل ده وحاجات من ده. عادي يعني يا جماعه على فكره. المهم ان يعني في ساعات ممكن الواحد يفطر ببسكوته وكوبايه شاي، كيكه وكوبايه شاي، يعني محدش يعلق يعني. تمام. دخلنا كده على الغسيل بقى، وانتوا عارفين ان لما بيبقى في يوم زي كده بقى غسيل انا بحب افطر كويس، عشان طبعا يعني برضو بيبقى هدة حيل بصراحه، مع ان انا بحبه كده لكن هو متعب ومجهد بصراحه. مليت الغساله وحطيت الهدوم كده. انا بس جبت لكم لقطه صغيره كده منها، لكن انا بقى غسلت، كان كميه هدوم كبيره غسلتها ونشرت برضو في الوقت اللي هي بتغسل فيه. كمان مثلا بدخل في الوقت، يعني بلاقي هدوم مثلا كده في نص الغسيل اتبلت، فبقوم بقى داخله بالمره مشطبه المطبخ. تعالى اقول لكم الدقيق ده كان اختي بعتهولي، يعني طبعا هو دي اللي هو البلدي انتوا عارفينه. فانا نخلته بقى اول مره في حياتي، اول مره بصراحه اعمل كده. كان احساس غريب موت ان انا بقى بنخل دقيق، يعني اللي هو كميه كبيره. انا طبعا بنخل دقيق للكيكه الحاجات دي، فاول مره بقى كنت اعمل الحاجه دي فحبيته قوي يعني ان انا اعمل الحركه دي. احنا بيبقى عندنا مثلا احنا عندنا فران جنبنا، يعني بتودي لها الدقيق وبيخبزهولك بالكيلو. يعني مثلا دول 5 كيلو، الكيلو بكذا، فانا هعمله كده. انا هوديه فرن يعني يخبزه وكده لان انا ما بعرفش اخبز. بصوا بقى شطبت المطبخ طبعا خلال ما كانت الغساله بقى بتغسل وكده. خلصته خالص يعني. الحوض بقى نضيف والبوتاجاز ده غسلته وكل حاجه، كل يعني اي حاجه في المطبخ كده طلعت وهو ايه ما شاء الله ما فيهوش اي حاجه تتعمل. ليه بقى؟ علشان كمان شويه بقى هدخل اعمل الغدا، فايه يبقى يعني الاقي الحته رايقه فاعمل بمزاج. هو ده بس. انما انت لو دخلت مثلا تعملي حاجه ولقيت الدنيا متكركبه ويعني مش تمام، انت بنفسك كده هتزهقي وهتعملي الحاجه كده اي كلام بسرعه وتخرجي، علشان ايه مش مستحمله تقفي في الايه في الحاجه دي. هنعمل ايه النهارده بقى؟ هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ بس تحفه. هي بصوا ني في ني كده زي ما بوريكم ان انا مقطعه البطاطس تخينه. ليه بقى؟ علشان اصلا الفراخ دي لسه هتاخد وقت كبير، في يعني وقت طويل عبال ما تستوي، فانا لو قطعتها رفيع
هتعمل ايه بقى؟ هتتهري في الاول. جبت اللي في دي، جبت ديت حته بصله كنت مفرزاها، معلقتين توم، قصدي معلقه توم، نص معلقه فلفل اسود، نص بهارات لحمه. كمان حطيت عليهم برضو مكعب ماجي، وحطيت عليهم دي طماطم وفلفل وبصله، عملتهم التلاتة في الكبه. نزلت على الفراخ، هزودها برضو ميه وهدوقها عشان طبعا الملح بتاعها يعني يبقى اشوفه مظبوط ولا لا. هسويها على عين البوتاجاز، وبعد كده ادخلها على الشوايه، يعني تحت الشوايه تاخد وش يعني. وخلاص، اكله بسيطه جدا وسهله ومحبوبه للناس كلها. انا بتهيألي كل الناس بتحب صينيه البطاطس بالفراخ يعني، مش عليها اختلاف. انما في اكلات تانية يعني في ناس ما بترضاش تاكلها. بصوا بقى شكلها سهلة جدا وطعمها يعني مش هقول لكم والله العظيم، طعمها رهيب بجد. اللي هو انت جربيها وعلى ضمانتي، بس اعمليها زي ما قلت لك كده بالظبط. لو انت عندك الفراخ كبيرة او كده وخايفة ان هي ما تستويش مع البطاطس، ممكن تحطيها مع يعني تحط البصل والحاجات دي الاول، وتاخديها هي مع يعني مع الصلصة كده كام غلوة، وبعد كده تنزلي عليهم البطاطس وتحطيهم تدخليهم ايه في الفرن. او ممكن تسلقي الفراخ لوحدها وبعد كده تدخليها في صينيه البطاطس زي ما انت حابه. تعالى اقول لكم بقى ايه. انا جبت طبعا لبن زي ما قلت لكم. فانا كان كل شويه ابني عايز رز بلبن. هو ما كانش بيقول لي انا، هو بيقول لي لتيتا يعني لحماتي، كل ما تطلع يقول لها انت عملت رز بلبن، انت عملت رز بلبن. فقلت له انا هعمل لك، استنى بقى وانا هعمل لك. فجبت لبن. بصوا بقى هجيب ايه، طبق صغير هملاه رز. انتوا عارفين اصلا الرز بلبن من الحاجات الجميله اللي بتدي معاكي كميه كبيره. يعني ايه؟ يعني مثلا اللبن ده عموما يعني لبن جاموسي مش لبن بقري، علشان اللبن البقري بيبقى خفيف، انما اللبن الجاموسي تقيل. كمان انا هما طبعا هيروحوا الحضانه وكده، فقلت ايه، طب اعمل صينيه كيكه بدل ما كل يوم نشتري مثلا بسكوت وشيبسي، نشتري شيبسي بس وايه، والكيكه كده كده تبقى موجوده. يعني بدل واحسن كمان واكبر واوفر وكل حاجه. طبعا انتوا عارفين التوينكز او الحاجات دي بقت صغيره قوي يعني. فانا قلت لا، دي اوفر بكتير ان احنا نعملها في البيت. بصوا الكيكه دي يعني سبحان الله، انا اللهم لك الحمد يعني بتطلع معايا حلوه على طول، سواء انا عملتها بمقادير. يعني ساعات كنت بقول لكم يعني لو مش عندي لبن بعملها بميه وبتطلع كويسه برضو. انا هنا جبت بيضتين تمام، حطيت كوبايه لبن، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت. ماشي، انا بقول لكم على المقادير اللي انتوا تعملوا بيها. بيضتين، كيسين فانيليا عليهم. اضربي كل الخليط ده مع بعض، مفيش اسهل من كده، اما بالمضرب زي ما انا بعمل كده، واما في الخلاط او الكبه او بالهاند بلندر اي حاجه، بالمضرب الكهربي. يعني المهم ان انت تضربيهم وخلاص. اول ما السكر يدوب كده هتنزلي عليهم بالدقيق، عليهم رشه ملح و كيس بيكنج باودر. كده خلاص عملت صينيه كيكه اسهل ما يكون. علشان اقول لك برضو على حاجه. لما انت بتيجي تعملي مشتريات زي ما انا كنت عامله من كام فيديو كده، طبعا بتجيبي كل الحاجات دي مع بعض. انت لو انت عايزه دلوقتي تنزلي تجيبي يعني مكونات صينيه الكيكه دي وهي مش عندك او مش عندك منها اي حاجه، هتلاقي نفسك دخلتي في 50 60 جنيه. فانت هتقولي لا مش جايبه او مش عامله. انما هي دي بقى فايده المشتريات، ان انت عندك كل حاجه من الاول. فانت خدت من الدقيق مثلا نص كيلو، خدت من البيكنج باودر الفانيليا اللي انت جبتيهم. وتبقى عندك بقى باقي الحاجات. يعني برضو لما تحبي تعملي اي حاجه هتلاقي الحاجات دي موجوده عندك. انما انا لو عايزه اروح دلوقتي عايزه اعمل صينيه كيكه، عايزه انزل مثلا اجيب لي بيضتين ب 8 جنيه، عايزه اجيب لي بيكنج باودر ب 3 جنيه، 2 فانيليا ب 2 جنيه، مش عارفه ايه، هتلاقي عليكي مبلغ ازازه لبن، والباقي هيتشرب طبعا. ما هو انت مش جايباه مثلا لحاجه تانية، او ما استغلتيهوش في حاجه. فهي دي فايدة بصراحة المشتريات. بتعمل ايه؟ ان انت بتبقى عندك كل حاجة في البيت، فلما تيجي تعملي حاجة زي كده ما تحسيش بيها، يعني ما تحسيش ان انت دفعتي مبلغ. وبالاضافة مثلا السكر والزيت والحاجات دي بتبقى في البيت. لو انت هتخرجي وتشتريها يعني مثلا مش عندك زيت او كده، مش هتروحي تروحي تجيبي ازازه ب 60 50 جنيه وتقولي بقى انا هعمل كيكه او كده. مش هتعمليها يعني. هتلاقي عندك الدنيا ايه، هتوسع منك وهتكلفك، وتقولي ايه لا. وحتى لو عملتيها هتعمليها كل فتره وفتره، مش هتعمليها على طول. بس يعني مش هي دي الفكره، ان الواحد بيجيب الحاجات في اول الشهر، تقدري بقى تعمليها منها طول الشهر. كيكه، تعملي مثلا اي حلويات حتى بسيطه. تقدري تعملي اي حاجه. مثلا عايزه بتعملي بشاميل، فعندك اللبن وعندك الدقيق كده.
انتوا فاهمين؟ هو ده الحاجه. تعالوا اقول لكم على حاجه. انا هنا دهنت الصينيه عادي بس حطيت كاكاو، ماشي. احنا بنعملها بني بالشوكولاته، يعني هم بيحبوها كده. لكن ما تحطيش في قاع الصينيه زي ما انا حطيت كده كاكاو. ليه بقى؟ علشان هو هيبين لك في الاخر ان هي اكنها محروقه بس هي مش محروقه. فانت حط دقيق بس. تمام. حطيت هنا الحاجات فيها وحطيتها بقى في الفرن بقى، وايه، وعلى مهلها خالص. على طبعا بتبقى مشغله الفرن قبلها بشويه، الفرن بيبقى سخن، ما تشغليش شوايه ولا حاجه، هو الفرن من تحت. وما تفتحيش بقى عليها كل شويه يعني. يعني سيبيها على الاقل كده مثلا ربع ساعه. وبعد كده بقى لو انت الفرن بتاعك يعني سخن قوي وانت عارفاه ان هو يعني شديد، بعد ربع ساعه روحي افتحي عليها. تعالي بقى اقول لكم الرز بلبن ده انا عملته معاكم كتير على القناه. هو المره دي ما شاء الله كان حلو جدا، رغم ان انا ما حطيتش فيه مكونات كل مره. يعني كل مره كنت بحط فيه قشطه او بحط فيه برضو جوز هند، بس المره دي انا ما حطيتش. ده كان سهل خالص وبسيط جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت طبق رز صغير مع كوبايتين ميه وكوبايه لبن، دول اتسلقوا فيهم، ماشي. بعد كده اتسلق بقى لحد بقى ما تلاقي الحبايه كده بقت ايه، يعني طلعت كل النشا اللي فيها وبقى تقيل. نزلت عليهم برضو بالسكر اللي انت حباه، يعني مثلا حباه مسكر قوي حطي، حباه يعني دلع شويه زي ما انت عايزه. وكيس فانيليا واحد. وبعد كده بعد ما بتلاقيه استوى خالص والنشا اللي فيه كلها طلعت، بتزوديه بقى لبن، كوبايتين لبن كمان. بصوا بيبقى تحفه والله العظيم زي ما انتوا شايفين كده. فبرضو حاجه مش مكلفه، يعني انت لو عملتي حاجه زي كده في مثلا فطار او عشاء، او الولاد مثلا ياكلوها بين الوجبات، انت كده اديتيهم يعني مثلا كالسيوم. هي فيها كالسيوم وبرده فيها الرز والحاجات دي نشويات. فالاطفال بقى بتحب الحاجات دي، بتحب مهلبيه رز بلبن. وبتاكلها وفي الاخر يعني بتريحك انت، مش كل شويه بقى عايز ايه، عايز سندوتش، عايز مش عارفه ايه، لا انت بتجيبي له الطبق ومعلقه وبياكل ويبقى تمام. بالنسبه لي انا عندي كده، يعني انا ولادي بيحبوا الحاجات دي فانا دايما بعملها لهم يعني. صلوا على النبي، اذكروا الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستغفرك من كل خطيئة وذنب ونتوب إليك. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم كل من أراد بنا سوءا رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. بصوا انا حطيت هنا اللبن، كان اللي اتبقى بقى من ال2 كيلو. حطيته هنا في الحله علشان اغليه. وانت لازم تغليه ليه بقى؟ يعني ما تسيبهوش بقى فتره طويله وبعد كده تروح عليه هتلاقيه قطع على طول، ويعني هيبوظ منك، خصوصا في الجو الحر اللي احنا فيه. اما مش هتستخدميه وديه على الفريزر على طول. هنا بقى لازم بصوا علشان تاخدي بقى منه قشطه عاليه، خليه يغلي كويس، بس خليكي واقفه قصاده عشان هو ايه يعني بيغلي بسرعه. فخليه يغلي كويس قوي وبعد كده سيبيه لحد ما يبرد، يعني مثلا يبقى خلاص بقى دافي كده. دخليه على التلاجة من مثلا دلوقتي من بالليل لحد مثلا تاني يوم الظهر. وتعالي بقى خدي القشطه اللي على وش ده، والله العظيم انا مطلعه من اللي كانوا في الحله دول حوالي اكتر من من نص طبق، نص طبق من اللي هو الصغير ده. هنا بقى الكيكه كانت طلعت تمام. بصوا جميله جميله قوي يعني ما شاء الله. انت بقى لو مش عايزه تعمليها بشوكولاته او كاكاو ما تحطيش. لو مش عندك لبن، ازازه حاجه ساقعه اللي هي الصغيره هتقدم معاكي الغرض وخلاص. عندك برتقان في الفريزر، طلعي برتقانتين واعمليها برتقان. مش عندك وحاسه ان هي تكلفه عليكي، خلاص اعمليها بميه عادي ومفيش مشكله. احنا بس الحاجات ديت يعني عشان تعلي القيمه الغذائيه بتاعتها مش اكتر. الفراخ دي بقى هنزلها لكم في فيديو تاني، انا كنت نضفتها برضو خلال اليوم ده. متخيلين اليوم كان عامل ازاي؟ كله شغل، كله طحن كده، ما فيهوش راحه خالص. بس صلوا على النبي، اللي ما بيقراش قران يا جماعه يعمل له ورد من القران الكريم كده، علشان يومه كده ما يضيعش ويبقى انه ملهي بقى في الدنيا كده وما يطلعش منها باي استفاده. كمان صلوا على النبي كتير قوي علشان ربنا يرزقكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. يا رب الفيديو يعجبكم. سلام عليكم.